الطبقات الاجتماعية النامية فيها تخلف فكري أكتر. اوكي، بالمناطق الفقيرة بشكل عام بيكون الأولاد مضطرين يشتغلوا بعمر صغير ليساعدوا أهلهم. فهذا الشيء ما بيخليهم إن هن يكفوا تعليمهم أو حتى ممكن ما يفوتوا مدارس. لأنه بيكون المبدأ أو الأساس هو آه تجيب مصروفك لتساعد أهلك أو بأي شيء تاني مثلا. وهاي العقلية بتربى مع الأولاد يعني جيل ورا جيل، فبيصير في عندهم تراجع فكري علمي شيء هيك بمطرح معين أكيد ممكن يأثر هذا الشيء على تراجع فكري، أو بيكون عندهم قصص مش ظابطة بطريقة تفكيرهم، بتسلسل تفكيرهم. ليه؟ لأنه إضافة أنه ما بيكون في عندهم مدارس يروحوا عليهم، أو ما عندهم القدرة أنه يروحوا على المدارس. كمان ببلاد نسب يمكن القتل أو السرقة أكبر بتكون. ليه؟ لأنه ما بيكون معهم مصاري. فأكيد هاي الأفكار بتكون عم بتزيد ورا بعضها حتى يصير على شيء مش ضابط المجتمع. اوكي، مبدئيا التخلف الفكري بيجي من، مش ضروري يجي من السوسايتي تبعنا، هو على كل شخص الكيوريوسيتي تبعه. وهيدي الحشرية بتجي من حسب هو قد الشخص الليمتس تبع راسه، قد الحدود بيحطهم انه هو بده يسأل او بده يكتشف. فعلى اساس هذا الشيء بصير بيشتغل اكثر كرمال يطور حاله كفكريا. هو التخلف الفكري بيجي حسب كيف انت مربى، كيف اهلك ربوك. يعني اذا انت جدودك اللي قبل وبيك وجدودك ربوك انه انت بدك تتعب تشتغل تتعالى تصرف تاخذ مصروفك، لانه انت مش خلقان معلقه ذهب تمك، بدك تتعب. فما عندهم العلم برايورتي. مثلا نحن عندنا البرايورتي العلم، هن عندهم الشغل تلاقوا مصروف. مش عدل إنه في ناس معها مصاري وناس لأ. اوكي، مبدئيا مش عادل هو انه نحن نخلق بين طبقات عالم مع مصاري وعالم ما مع مصاري، بس it is what it is و it's fate بالنهاية. فالواحد لازم يشتغل على حاله انه هو يكون يعني to beat life، وانه يطلع مصاري ويشتغل على هذا الموضوع. اوكي، انا حاخدها من هيدي بوينت اوف فيو. يمكن هيدا اللي معه مصاري تعب تلقى مصاري، تعب، حد جهد، حد تعب، حد ليالي ما نام فيها، عمل بزنس من زيرو فروم سكراتش. وهيدا اللي ما معه مصاري كل شوي بيأجل، يلا نكست ويك، يلا نكست مانث، يلا نكست يير. هو ما عم يخلي حاله يصير مصاري، ما معه مصاري، فانه اتس اب تو هيم. ما حدا منا بيقرر كيف بيخلق بأي عائلة وكيف رح تكون وضع المادي، بس الشخص فيه يتعب على حاله ليصير في معه مصاري. قبله كتير تعبوا على حالهم صار معهم بس بالنسبة لي هو الفقر بصير عادي، مش يعني مش صفة، بصير عادي بالشخص انه خلص اوكي انا فقير، اوكي ما بشتغل على حالي. فشخص اي حدا اذا اشتغل على حاله قادر يكون معه مصاري. إذا قلنا كلنا بنفس الطبقة هي صار تفكير ماركسي، وهذا التفكير منه ظابط وما مشي. فبمطرح معين إذا كنت أنت ببلد ديمقراطي فيه كفاءات، أنت أكيد فيك تتغير من طبقة إلى طبقة تانية، وشي طبيعي يكون في تفاوت بحيالله بلد، بحيالله منطقة، بحيالله ظرف. في تفاوت بين الطبقات الاجتماعية، بس إذا كان في كفاءة فيك أنت تبدل بين الطبقة الاجتماعية الفقير إلى غني أو بالقلب. الكل عنده مسؤولية ليساعد المحتاج، والفقير مقصر. بمطرح معين فينا نقول انه لا، الفقير مش مقصر. تيصير في تضامن بالمجتمع لازم الغني يساعد الفقير، حتى الفقير يقدر ينمى شوي ويقدر يساعد الغني اذا صار فقير. هذا التبادل بيصير كمان يصير في تضامن. اكيد بمطرح معين ببلدنا خصوصا ما في هذا الشيء التضامن بين الاثنين، فكرمال هيك تطبيق الضريبه التصاعديه هي الشيء الانسب، حتى الفقير يقدر يساعد بنسبه صغيره والغني يقدر يساعد بنسبه اكبر. نحن عايشين ببلد بس تقول فقير دغري بتفكروا ماديا. فيه يكون شخص فقير روحيا، روحيا ما بيقدر يساعد خيو، مش ضروري بالمصاري. خيو الانسان مش ضروري بالمصاري، فيه يساعده بالحكي،
mentally مش ضروري كل شيء بالمصاري. فانه يمكن يساعده اذا بيلتجئ لدينه، شو ما كان دينه، بيلتجئ الى الكتاب المقدس تبعه، هو ساعتها بيغنى روحيا. فانه هو بيغنى روحيا، تقدر يساعد غيره يغنى روحيا، ومن الخ 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 تكبر هيدي العلاقه. مش ضروري كل شيء مادي. بس نحن بنحكي بمجتمع يعني هو بيعتمد على الماديات. فبرأيي الاشياء التانية ممكن هي تيجي مثلا مع الوقت اذا هو تعمق بدينه، اذا هو مثلا اكتسب مثلا علم او شيء تاني بيقدر يبني شخصيته من جوا. بس بمجتمعنا المساعدة هي مقتصرة ماديا، فالفقير صعب كتير يساعد فقير، يعني ما مش حتزبط. فبس الغني هو اللي قادر يساعد الفقير، فهي المسؤولية بحس هون بس بتنطبق على الغني. اوكي، مبدئيا حتى تمشي العجله الاقتصاديه عنا يعني الغني والفقير لازم يساعدوا اثنيناتهم. هلا معقول الفقير ما يساعد قد الغني، بس بتضل نسبيه لكل واحد، فمشان هيك الغني بيساعد قد ما فيه للفقير، والفقير قد ما فيه يعطي. مش ضروري كمان مثل ما قال ماديات، بس كمان يعطي دعم معنوي او شيء لحيلا حدا بالمجتمع تبعه. الغنى علامة رضا من الله. اوكي، فلا مش ضروري يكون علامة رضا من الله، لانه انت بدك تشوف تطلع على الماضي تبع الانسان كيف جاب هالمصاري. يمكن جايبهم بالحرام، ناصب على العالم، لاعب على العالم العاب واكاذيب او تبييض اموال. فانه بدك تشوف كيف جايب اصله. يمكن محظوظ هلا على الارض مع مصاري، بس عند ربه ما حيكون محظوظ ابدا. اذا هيك، اذا بالحلال يمكن لا، ربنا راضي عنه وكل شيء تمام. انا بالنسبه لي مثلا الغنى هي بتكون امتحان من ربنا، فاذا هو عرف يستغله بطريقه صح، ساعد الفقير او شيء هيك، اكيد ربنا رح يكون راضيين عليه. بس اذا استغله بطريقه غلط ما ابدا ما رح يكون راضيين عليه. فما لها علاقه اذا كان غني راضيين او شيء. إذا بنقلب السؤال، يعني إذا أنا فقيرة يعني الله ضربني، أو أنا مني، أو الله ما بيحبني إذا أنا فقيرة، هذا الشيء أكيد غلط. ليه؟ لأنه كل شيء على الأرض نحن عنا حرية نعمله أو نستفيد فيه. فإذا كان شخص فقير من وراء الظروف اللي خلق فيها، فمش يعني الله خلقه بهذا الظرف تيضربه أو لأنه ما بيحبه، بل يمكن حتى يعلمه درس، مثل ما بيقولوا إنه everything happens for a reason. فأكيد في سبب من هذا الشيء. هلا الفكرة انه الله مش ضروري يكون يعني الواحد لازم يعتمد على حاله. حتى لو طلب من الله والله نعم عليه، هو مفروض يكون عم يشتغل على حاله كرمال هذا الموضوع، كرمال يصير هو معه مصاري او يصير غني. وحتى لو طلب من الله يعني وقال له انه بدي انا او شيء هيك، هو معقول يكون انعم عليه وحبه، بس لازم هو على كل الاحوال يشتغل على حاله كرمال هو يوصل للمحل اللي بده. انا ما بوافقك بهالراي، لانه ما في شيء اسمه انا طلبت من ربي. انت يمكن انت بدك تمد اجرك وتطلب من ربك، ربك مش حيساعدك ولا شيء. انت بدك تساعد حالك تقدر ربك يساعدك. يعني انت بدك تتعب، ما فيك تمد اجرك وتطلب من ربنا بليز ساعدني يا ربي ابعث لي $1,000,000 مثلا. انت بدك تروح تتعب عرق جبينك تجيب. للإله اللي قال اطلبوا تجدوا، أكيد ما حيقوى عليك إنه يساعد احتياجاتك أو يعطيك على قد احتياجاتك. أكيد ما حيعملك مليونير أو بليونير تقدر أنت تتمخطر بمصرياتك، بس أكيد إذا أنت كنت محتاج حيعطيك قد حاجتك، ما حيتركك تموت من الجوع بالنهاية أنت ابنه. مطرح معين لا، أكيد اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. هالقد بسيطة. شكرا جايز، يعطيكم العافية.